السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي مع الدرس الثاني في الوحدة الثالثة، وهنتكلم عن العلوم والآداب في بلدنا. وأول حاجة لازم نعرفها إن المصريين القدماء كانوا بيهتموا قالك بشتى مجالات العلوم والآداب، وبرعوا في الكثير منها. طب إيه الدليل؟ إن هم وضعوا أسس علم قالك الفلك والهندسة والطب، وما زال الكثير من إسهاماتهم العلمية والأدبية ممتدة تأثيرها إلى يومنا هذا. وهنا في معلومة إسرائيلية بتقول إيه؟ انحصرت تعليم العلوم والآداب المصرية القديمة بشكل كبير قالك في طبقة الكهنة. طب ليه؟ قالك عشان هم كانوا بيعتبروها مهنة مقدسة. طب العلوم في الحضارة المصرية القديمة، قالك تعددت العلوم التي برع فيها المصريين القدماء، وأول علم معانا هو علم الفلك. طب دلل. برع المصريون القدماء في علم الفلك. هقول له رقم واحد لأنهم رصدوا كثير من مواقع، هنقول له النجوم والكواكب. اتنين، قالك قسموا السنة قالك لثلاث فصول، حددوا حركة قالك الشمس، وضعوا قالك التقويم الشمس. طيب السنة حاليا بتقسم إلى قد إيه؟ قال لك أربع فصول، هي الشتاء والربيع والصيف والخريف. نختبر نفسنا. وضع المصريين القدماء التقويم، هنقول له الشمس. رصد المصريين القدماء النجوم، يدل على براعتهم في علم الهندسة. دلل على صحة العبارة، برع المصريين القدماء في علم الفلك لأنهم رصدوا مواقع النجوم والكواكب. رقم اتنين معانا هي الطب. قال لك يا جماعة الطب، برع المصريين القدماء في علم الطب. طب ايه الدليل؟ هنقول له رقم واحد، برعوا في علم قال لك التشريح والجراحة وطب الأسنان وأمراض العيون والبطنة. رقم اتنين، قال لك استخدموا أدوات زي المشرط زي الملقاط، وعرفوا بعض العمليات الجراحية. تلاتة، قال لك اشتهروا بالتحنيط، والذي يعتبر من أسرار الطب عند المصريين القدماء، ولم يتم الكشف عنه حتى الآن. يبقى يعتبر التحنيط سر من أسرار الفراعنة. طيب تعالوا نركز ونشوف العلم الثالث هو علم الهندسة. قال لك برع المصريين القدماء في علم الهندسة. طب ايه الدليل؟ حيث انهم استخدموه في واحد، تقسيم الأراضي الزراعية وشق الترع. اتنين، بناء الأهرامات والمعابد. تلاتة، استخدموا الأشكال الهندسية كالمثلث والمستطيل والمربع. هنلاحظ ان الأهرامات على شكل مثلث. طيب العلم اللي عليه الدور هو علم الحساب. هيقول لك دلل. عرف المصريون القدماء علم الحساب. ايه الدليل؟ حيث استخدموه في معظم شؤون حياتهم اليومية. ازاي؟ قال لك زي الزراعة والتجارة، تقدير الرواتب، جمع الضرائب، والتي تقدر طبقا لقياس مستوى الفيضان لنهر النيل. بعد كده الآداب المصرية القديمة. برع المصريين القدماء في المجالات الأدبية، وقدموا لنا إرثا أدبيا عريقا يعني عظيما. طب تعال نشوف الكتابة المصرية القديمة. قال لك المصريين القدماء هم من أوائل من عرفوا الكتابة. اتنين، وضعوا أبجدية الكتابة وأصولها. استخدموا في كتابتهم الحبر الأحمر والأسود، وأعوادا من البوص والقصب وأوراق البردي. طب تعالوا نركز ونشوف الأسئلة. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. تمكن علماء العصر الحديث من معرفة سر التحنيط عند المصريين القدماء. غلط. استخدم المصريين القدماء علم الهندسة في تقسيم الأراضي الزراعية. صح. قدر المصريين القدماء الضرائب بناء على منسوب البحر الأحمر. غلط، منسوب مياه نهر النيل. دلل بالأمثلة على أهمية النباتات في الكتابة عند المصريين القدماء. استخدموا نبات البردي في صناعة أوراق البردي. طب تعالوا بقى نركز ونشوف خطوط الكتابة المصرية القديمة. أول سؤال، دلل. استخدم المصريين القدماء عدة خطوط للكتابة المصرية القديمة. أقول له رقم واحد، استخدموا الكتابة الهيروغليفية، وتعرف بالخط المقدس. طب استخدموها في إيه؟ قال لك كتابة النصوص على جدران المعابد والمقابر. جميل. طب رقم اتنين، قال لك الكتابة الهيراتيقية، وتعتبر صورة مبسطة من الكتابة الهيروغليفية. استخدمت في إيه؟ قال لك كتابة النصوص الدينية بواسطة الكهنة، والكهنة هم رجال الدين. رقم ثلاثة، الكتابة الديموطيقية، وهي الخط الشعبي، وتعتبر أبسط أنواع الخطوط. طب استخدمت في إيه؟ قال لك كتابة العقود التجارية والمعاملات اليومية. طب تعال نشوف حقائق
تاريخية. تم اكتشاف حجر رشيد عام 1799 ميلادية بالقرب من مدينة رشيد، وقام العالم الفرنسي شامبليون بفك رموزه عام 1822. طب ايه النتيجة المترتبة على اكتشاف حجر رشيد وفك رموز حجر رشيد على يد العالم الفرنسي شامبليون؟ قال لك عرفنا معالم الحضارة المصرية القديمة، ودي صورة حجر رشيد. طب تعال نشوف النصوص الأدبية في مصر القديمة. قال لك انتشرت في مصر قديما عدة أنواع من الأدب، ومنها رقم 1 الأدب الديني، 2 الأدب التهذيبي، 3 الأدب القصص. طب الأدب الديني زي إيه؟ قال لك زي نصوص الأهرامات وقصة إيزيس وأوزوريس. أما الأدب التهذيبي مثل نصائح الحكيم آني لابنه، ويهتم بتوجيه النصح والإرشاد. أما الأدب القصصي زي قصة سنوحي، ويروي قصصا وحكايات. طيب، معلومة إسرائيلية: امتد تمييز مصر الأدبي عبر العصور، ففي عصرنا الحديث برز العديد من الأدباء والكتاب مثل الدكتور طه حسين، والكاتب عباس العقاد، والكاتب الكبير نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1988. طب تعال نشوف فضل مصر على العالم. قال لك تأثرت الحضارات المجاورة بالحضارة المصرية القديمة. طب إيه الدليل؟ قال لك شمل هذا التأثير عدة مجالات. أول مجال عندنا هو علم الفلك والتقويم، فأخذ الرومان التقويم الشمسي من المصريين القدماء وعدلوا فيه عدة أيام السنة. الفراعنة كان السنة عندهم 365 يوم، الرومان عدلوا عليه وخلوه 365 يوم وربع، وأصبح هذا التقويم هو المستخدم ليومنا هذا. طب رقم 2 قال لك الأبجدية. كان المصريين القدماء من أوائل الشعوب التي ابتكرت الكتابة في التاريخ، ثم تطورت على يد قال لك الفينيقيين إلى الأبجدية الفينيقية، والتي أخذت منها أوروبا أبجديتها بشكلها الحالي. يبقى نركز كده: أول ناس عملوا الكتابة كان قال لك المصريين القدماء، هم أول ناس ابتكروا الكتابة. مين اللي خدها من المصريين؟ قال لك الفينيقيين، وطوروها فعملوا الأبجدية الفينيقية. ثم مين اللي خدها بعد كده؟ قال لك الأوروبيين، وعملوا بها الأبجدية الموجودة بشكلها الحالي. هنا في معلومة إسرائيلية بتقول إن الحضارة الفينيقية حضارة سامية قديمة نشأت على الساحل الشرقي للبحر المتوسط لكل من لبنان وسوريا وفلسطين، وأسست عدة مراكز حضارية مثل بيروت وعكا وصور. اختبر نفسك: عرفت الكتابة الديموطيقية، هنقوله طبعا بالخط الشعبي، أخذت أوروبا أبجديتها من الفينيقيين. ما الفرق بين الكتابة الهيراتيقية والكتابة الديموطيقية؟ هقول له الكتابة الهيراتيقية كانت تستخدم في النصوص الدينية، أما الديموطيقية كانت تستخدم في كتابة العقود التجارية والمعاملات اليومية. رقم 3 قال لك الطب والصيدلة. سجل المصريين القدماء برديات تصف الكثير من الأمراض وطرق العلاج، ثم أخذها عنهم قال لك اليونانيين والرومان. يبقى اليونانيين والرومان أخذوا من المصريين القدماء طرق العلاج والكثير من الأمراض. ثم إيه اللي حصل؟ قال لك ترجمت تلك النصوص للغات الأوروبية الحديثة لتصبح من أسس علم الصيدلة والطب حاليا. يبقى لما يجي يقول لي ما النتيجة المترتبة على ترجمة النصوص المصرية القديمة للغات الأوروبية الحديثة، هقول له الإجابة أصبحت من أسس علم الطب والصيدلة حاليا. بعد كده نختبر نفسنا. قال لك رقم 1: كتب المصريين القدماء برديات طبية استفاد منها اليونانيين والرومان. وصف المصريين القدماء الكثير من الأمراض على ورق البردي. ما النتيجة المترتبة على ترجمة البرديات الطبية للمصريين القدماء للغات الأوروبية الحديثة؟ أقول له أصبحت أسس علم الطب والصيدلة حاليا. بعد كده أهم المصطلحات اللي جت في الدرس: رقم 1 الكتابة الهيروغليفية، تعني الخط المقدس، واستخدمت في كتابة النصوص على جدران المعابد والمقابر. الكتابة الهيراتيقية
تعتبر صورة مبسطة من الكتابة الهيروغليفية استخدمها الكهنة في كتابة النصوص الدينية. أما الكتابة الديموطيقية هي الخط الشعبي، وتعتبر أبسط أنواع الخطوط، واستخدمت في كتابة العقود التجارية والمعاملات اليومية. وبكده احنا خلصنا الدرس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.